من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الصحية الأسبوعية ضمن برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتناول موضوع كيس المبايض أو تكييس المبايض لدى النساء، وللحديث حول هذا الموضوع معي الدكتورة رودينا عبد الكريم، طبيبة الجراحة والتوليد عبر الهاتف. يسعد صباحك دكتورة. أهلا، صباح النور. أهلا شيرين، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيكي وشكرا تسلمي لانضمامك يا رب. معنا. تسلمي، أهلا وسهلا. دكتورة صوتك شوي نازل. تمام. هلأ الصوت أوكي. كتير منيح. تمام. بداية دكتورة، ما هو كيس المبايض أو تكييس المبايض؟ كيف يمكن تعريفه وتوضيحه للمتابعين؟ تمام. أهلا شيرين، هلا عبارة عن أكياس المبيض. مهم. بالمصطلح الأساسي بنحكي عنها شوي. بلي. هي عبارة عن كتل تتواجد ضمن الحوض في المبيض عند النساء. تمام. مم. نحن بنسميها أكياس المبيض، وهي مختلفة كليا عن مصطلح تكيسات المبيض. أها. فأكياس المبيض نسبة انتشارها كتير واسعة عندنا بس بالمنطقة وبالعالم بشكل عام. مم. تتراوح بين نسبة الانتشار تقريبا بين ال 5 إلى 15% عند النساء. مم. تمام. هلا إذا نحكي عنها، هي مثلا تكون عبارة عن أكياس تتواجد ضمن الحوض. مم. أغلب الأوقات نكتشفها نحن عن طريق الصدفة. نعم. تمام. يعني غالبا بتجينا مريضة لا عرضية، مم. نعمل بالفحص الروتيني بشاهد عندها أكياس المبيض. نعم. دكتورة، أشرتي أنه أكياس المبيض هو مختلف عن التكييس، ولكن أوكي. وفقا لما اطلعت أنه أكياس المبايض في لها أنواع. النوع الطبيعي اللي ممكن أنه يطلع وينكمش تلقائيا هو النوع الوظيفي. نعرف من حضرتك تمام. الأنواع الثانية اللي تنحسب مرضية نوعا ما. تفضلي. تمام. أنت شايفين في عندنا كثير أنواع مم. للأكياس، مثل ما تفضلتي نعم. حضرتك. في عندنا شيء حنسميه الأكياس الوظيفية، وهي الأكياس البسيطة. نعم. الأكياس البسيطة هي عبارة عن أكياس عادية، مم. حتى شكلها عليكم كثير مميز. نعم. نحن بنعتمد على حجمها باتخاذ القرار. مم. يعني أغلب الأوقات لما تكون أكياس صغيرة بأقياس أكثر، مم. يعني أقل من 5 سنتي، مم. العلاج بيكون علاج محافظ. يعني المراقبة الدورية خلال 6 أشهر. مهم. يعني أدوية. في أيوة، على الأدوية مم. لمدة 6 أشهر تتلاشى بنسبة فوق ال 90%. مهم. بتجي عندك بعدين الأحجام الكبيرة منها اللي فوق ال 7 سنتي، مهم. مرات نضطر إنه نتدخل عليها جراحيا. مهم. في عندنا مثلا هاي الأكياس الوظيفية. في نعم. عندنا شيء نحن نسميه الأكياس النازفة. مم. ايه، الأكياس النازفة بتجي أكياس شوي حجمها مختلط. تمام. مم. بتجي مم. بألم أكثر من الأكياس البسيطة، مم. وهذه كمان نعتمد على حجمها وعلى الأعراض المرافقة لها. نعم. لما تكون بأحجام مثلا أقل من 5 سم بنخليها مم. هي كمان علاج محافظ لمدة 6 أشهر، وأغلبها تتلاشى. نعم. مم. والأكياس الكبيرة أو المختلطة مثلا أها. بتحتاج للعمل الجراحي. نعم. في عندنا شيء مم. ثالث نحن نسميه الأكياس الأندوميتريوزية، مهم. وبالعامية العالم بيسموها الأكياس الدموية. نعم. وهي مشكلة موجودة عندنا كثير هون بالمنطقة، خاصة المريضة تعاني من العقم مم. نتيجة وجود هذه الأكياس. فهذه الأكياس بصراحة أكياس تتعالج بالأدوية، يعني ما بتروح، مم. تحتاج للعلاج الجراحي في أغلب الحالات. نعم. دكتورة، تمام. نتحدث عن مؤخرا مم. أجريتي عملية جراحية لفتاة تبلغ من العمر 15 عام، تم تشخيصها أوكي. بوجود كيسة مبيض يمنى كبيرة متمزقة ونازفة. مم. لو تطلعينا حول تلك الحالة وكيف تم تشخيصها وعلاجها. تفضلي. تمام. هلا المريضة لما تكون الكيسة متمزقة ونازفة بتراجع العيادة بقصة ألم، آه. ألم شديد. وكانت المميزة بالمريضة إنه ألم بالحفرة الحرقوفية اليمنى. مم. المفروض نحن مثلا نفكر أولا كتشخيص تفريقي بالتهاب بالزائدة الدودية، نعم. بس يعني أنا بدي أنبه النساء إنه مو مم. كل ألم بالحفرة الحرقوفية اليمنى هو هو زائدة. زائدة دودية. نعم. فالمفروض إنه كل مرة يصير عندها ألم بالحوض تستشير دكتور نسائية بالأول. مهم. فبتراجع بألم شديد وبإقياءات، وبالإيكو لفحصها نلاحظ وجود كيسة كبيرة مم. مع وجود سائل ضمن الحوض مع وجود خسارات تدل إنه هذه الكيسة نازفة. مم. هو مجرد وجود النزف ضمن الحوض هو استصباب لفتح البطن. نعم. تمام. للحالة قمتم بعملية فتح بطن لعلاجها. أيوة، لتنظيف البطن من الخسارات مم. ولإيقاف النزف من المبيض وخياطته. نعم.
أشرت للأعراض فيما يتعلق بهذه الحالة بشكل عام، ما هي الأعراض؟ وهل هذه الأعراض تختلف وفقا لكل حالة أو لنوع الكيس المشكل أو لحجم الكيس؟ أي جباري. هلا كل مريض لما يجينا قلت لك بالبدايه انه اغلب الاكياس بتكون لا عرضيه نحن نكتشفها، يعني الدكاتره بيكتشفوها عن طريق الصدفه. في كثير منها بتجي على حسب حاله العمل المريض، يعني الالام الشديده يعني فيك تقول انه التداخل يكون عليها اسرع من الحالات الثانيه. الالام الشديده في منطقه تحت البطن دكتوره، منطقه الحوض نحن بنسميها، سواء في الحفرتين الحقوقيتين، سواء كانت في اليمين او في اليسار، مناطق وجود المبيضين. او مثلا المريضه بتكون اعراضها غير عرضيه، فنحن بنخليها فتره مراقبه، ومع المراقبه بنستنتج انه هذا الكيس رح يروح ولا لا. نعم. والاحجام جباري. الاحجام الصغيره مثلا اللي بتكون اقل من 5 سم المفروض سواء نحن ولا المريض يفضل الانتظار والمراقبه. بس الاحجام الكبيره اللي فوق 7 سم نحن نخاف من الاختلاط، يعني مثل انه مثلا هالكيسه الكبيره تنفتل، وهيك بتكون عندنا خساره كبيره للمبيض اذا ما دخلنا عليها بالشكل السريع. ممكن نخسر حتى المبيض مع الكيسه، او ممكن تكون في عندنا تمزق كيسه ونرجع نفتح البطن مره ثانيه. هي الحاله الاولى اللي اشرتي لها هي مساله ما يسمى بالتواء المبيض. ايوه، انفتال المبيض او التواء المبيض. نعم. دكتوره، شو هن اسباب هالاكياس، وهل هناك عوامل خطر إلى جانب الأسباب؟ ممكن يكون في عوامل خطر كالوراثة مثلا، أنه تلعب دور في الإصابة أو في تشكل هذه الأكياس من الحالة الوظيفية العادية للحالة المرضية والأشكال الأخرى. تمام. هلا هي مجملا يعني ستي الاكياس المبيض بتقول لك هي مجهوله السبب بشكل عام، ولكن عزوها لاسباب اخرى، مثلا انه المراه في عندها اضطرابات هرمونيه، نتيجه الاضطراب الهرموني بتشكل عندها اكياس المبيض الوظيفيه. عزوها للتدخين، ممكن يكون التدخين عامل مسبب. نعم. عزوها لو موانع الحمل، يعني في موانع الحمل هي اللي بتساعد على وجود الكيسات. الموانع الحمل وحيده الطور، يعني اللي بتحكي على بس المواد البروجسترونيه مثل اللوالب البروجسترونيه، حبوب موانع الحمل وحيده الطور، ممكن اللي هي بتساعد عنا. في ادويه كثير مثلا انه بتؤدي لحدوث الاكياس، مثلا في عندنا العلاج مثلا بالتاموكسيفين لعلاج سرطان الثدي، كثير نساء بيراجعونا بوجود اكياس المبيض. واغلب الاسباب مجهوله السبب بصراحه. نعم. دكتورة، أشرتي فيما يتعلق للاضطراب الهرموني اللي ممكن يكون أحد الأسباب، وهو ما يسمى بمتلازمة كيس المبايض وفقا لما عندي اطلاع. تمام. هي سبب ولا عامل ولا مؤشر؟ هلا هو بصراحه متلازمه مبيض متعدد الكيسات نحن بنسميها متلازمه. هلك الاعراض تجي نتيجه الاضطرابات الهرمونيه عند النساء مثل ما ذكرت لك اياها، ونحن بنشخصها على اساس المتلازمه، يعني على اساس الاعراض المترافقه. فالمتلازم هي عباره عن 3 معايير اساسيه نحن بنسميها. اذا تواجدت عند الفتيات معيارين من هالمعيار بيكون عندي تشخيص تكيس المبيض واضح. مثلا المعيار الاساسي المعيارين دكتوره. هلا المعايير الاساسيه رح اشرحها للنساء مشان يفهموها بالمصطلح الاساسي اذا عندهم هالمتلازمه. مثلا بيراجعونا بقصه لا اباضه، يعني اضطرابات في الدوره الطمسيه مثلا، او بقصه عقم، هاي نحن نسميها اللا اباضيه. هاي المعيار الاول. المعيار الثاني في عندنا الشكل على الايكو المميز، يعني الشكل المميز للتكيس المبيض موجود على الايكو. العرض الثالث بيجونا اياها بالفرط الاندروجيني. الفرط الاندروجيني مثلا المريضه بتراجعنا باعراض نحن نسميها بصراحه الذكوره، يعني مثل الشعرانيه، مثل البدانه، مثل العد، يعني هدول الشغلات بتوجه النساء للتوجه للعيادات. فهي نحن بنسميها معيارين من هالثلاث معايير هي تكيس مبيض. نعم دكتور. بصراحه تكيس مبيض كملي تفضلي. تكيس مبيض نسبته كثير منتشره عندنا بالمنطقه، يعني بتتجاوز تقريبا من 10 ل 15% عند النساء. تكيس المبيض شائع وكيس المبايض ايضا شائع. دكتوره، فيما يتعلق يعني بالنقطه المحدده اللي بدي اشير لها، مساله يكون في نزيف او تفجر في المبيض أو كيسة المبيض، شو هن الأعراض التحذيرية يلي لازم الفتاة أو السيدة تكون منتبهة مباشرة تتجه للطبيب؟ مثلا مباشرة تتجه للطبيب، مثلا في عندها أول شيء الألم الشديد بمنطقة الحوض أو إقياءات شديدة. ثاني شيء مثلا هي بتعرف بالأساس عندها كيسة قبل هلا ولازم تراقبها مراقبة دورية، وإذا ما كانت بتعرف أبدا ممكن يكون ما بتعرف، ما أنا منتبهة. ما عم قل لك، يعني هي ما تكون منتبهة بالأساس، أو بيكون عندها اضطراب في الدورة الطمسية بالأساس بينبهها إنه في عندك مشكلة بالمبيض.
مؤشر. تمام. دكتورة، نتحدث عن التشخيص والإجراءات اللي بتتبعوها بداية لما بيكون في حالة بتراجعكم بالمركز أو بالعيادة. شو هن الإجراءات يلي بتتخذوها عادة، وشو هن طرق العلاج، وهل تختلف طرق العلاج وفقا لكل حالة أو نوع الكيس المشكل؟ تمام. هلا مثلا لما تراجع المريضة بقصة، أول شيء مثلا المعيار الذهبي بأكياس المبيض هو الإيكوغرافي. تمام. المعيار الاساسي بالفحص هو الايكو، بس بفضل يكون الايكو دوبلر مشان نعرف تربيه المريض، مشان نفرق الانفتال عن الكيسات الغير المنفتله. في تحاليل معينه بنعمل للمريض نتاكد فيها من الاعداد العام للمريض اذا كان في عندنا قصه نزفيه. في تشخيص نحن بنعتمد عليها عن طريق التحاليل. بس المعيار الاساسي والاهم هو الايكو، يعني بتشخص عندنا بنسبه 90% اكثر من الكيسات. هلا في عندنا اكياس بالاعمار الكبيره مثلا اللي بتكون بالشك مثلا لا سمح الله شكل تيومر او الخباثه، هذول نحن بنعتمد على الواسمات الورميه او بنعتمد على المرنان. نعم. دكتورة، الحالات اللي أشرتي قبل قليل أيضا فيما يتعلق بحالات هناك يتم إعطائهم فقط الأدوية، وهي الحالات التي يكون فيها كيس المبيض 5 أو أقل حجمه، وتلتجئون للجراحة في بعض الحالات 7 سنتيم أو أكثر. توضحي لنا أكثر حول هذين يعني النقطتين. هاتين النقطتين. هلا قصدك ايوه. هلا انا قلت لك يعني طبعا حجم الكيس ونوع الكيس بصراحه نحن نعتمد عليه بالشكل بسيطه او نازفه اقل من 5 سم، بنخليها مراقبه لمده 6 اشهر عن طريق الادويه. تمام. المعالجه الحمل نحن بنسميها بتخفف حجم الكيس بشكل اسرع من يعني فخلال 6 اشهر تتلاشى. اما اذا كانت الاكياس كبيره الاكثر كيسات بسيطة أو كيسات نازفة، فيفضل مثل ما قلت لحضرتك أنه خوفا من الاختلاطات هو التدخل الجراحي. نعم. هاي إذا كانت عندنا كيسات بسيطة. هلا في عندنا شيء أكياس الثانية يعني المختلط نحن نسميها الاندومتريوز العجائبية، حتى مرات لما تكون الحجم الصغير يعني هي أكياس لا تروح بالعلاج، إنه فنتدخل عليها جراحيا. نعم دكتورة، في حالات يمكن حتى لو كان الكيس صغير لازم يتم علاجه جراحيا وفقا لما أتوقع، مسألة لما يكون الورم خبيث لا سمح الله عند حدا. تمام. ممكن لما يكون في عندي شكل الكيس على المبيض ما توحي بالراحه بصراحه نحن بنسميها، او مثلا في عندك اكياس نحن نسميها اكياس عجائبيه انسه شيرين. الاكياس عجيب يعني فيه كل شيء عجيب بالدنيا نحن بنسميه، يعني في جواته شعر، اسنان، عظام، دهن. فهدول حتى لما نكتشفهم نسبه التسرطن فيهم تقريبا من 1 ل 5%. فبصراحه هدول اغلبهم نحن بنستأصلهم. تحتاج العلاج والاستئصال بشكل فوري حفاظا على سلامة بشكل فوري السيدة أيوة. أو الفتاة، حفاظا على سلامة المريض. أيوة دكتورة. هلأ الحالات اللي بيكون العلاج فيها بالأدوية 6 شهور تقريبا، ولكن الحالات التي يكون العلاج فيها للجراحة كم تطول مدة العلاج إلى أن يلتئم الجرح، أو هناك مراحل نعرف من حضرتك؟ هي مدة التئام أي جرح أنسة الشبيهة هي من 6 ل 8 أسابيع. يعني المريض خلال 2 شهر، يعني والأحلى فترة النقاهة هي خلال 10 أيام فقط. نعم. في حال دكتورة في حال الفتاة أو السيدة لم تكن منتبهة أو كان هناك أعراض وأهملت حالتها الصحية، ما التبعات في هذه الحالة أو المشاكل الصحية اللي لا سمح الله ممكن تصير معها؟ في كثير مشاكل بتصير معهم أنسة شبين. قلت لك أول شيء الفتح البطن نتيجة الاختلاط هذه الكيسة، هاي أولا. تمام، معروفة. قلت لك نسبة التسرطن على المدى البعيد موجودة في بعض الأكياس لما يكون شكلها مختلط. في عندك الشيء الأساسي مثل عند مريضة التكيس المبيض، يعني إذا أهملت حالة مع عدا الأعراض اللي بتظهر عندها نتيجة الهرمونات ممكن تعرضها على المدى البعيد لمشاكل كثيرة مثل السكري، مثل ارتفاع الضغط الشرياني، ايوه يعني المريض على مدى البعيد يعني. تمام، ممكن يعرضوا حتى لسرطان بطانه الرحم يعني. فالاكياس بشكل عام دائما انا اخبر النساء انه حتى لو ما عندهم اي اعراض بيراقبوا مراقبه دوريه كل 6 اشهر. ممكن يكون في له تاثير على الحمل او عدم حدوث الحمل. ممكن. ايه قلت لك اياها، لانه حتى اشع الحالات هي تكيس المبيض. وقلت لك يا انسه شيرين يعني اكثر المعايير الاساسيه بتتشخص عندها اللي هي عدم حدوث الاباضه واللي هو حدوث العقم. نعم دكتوره،
ما بعرف إذا السؤال سليم. هل يمكن الوقاية من التطور الحالي من الشكل الوظيفي للشكل المرضي، أم يعني يستلزم الأمر يكون في متابعة، يكون في انتباه؟ أنا بصراحة في شبيه الوقاية مو كثير موجودة بصراحة. يعني هي مثلا الفتيات بيراجعونا ما بيعرفوا إنه عندهم أكياس، يعني فما بفضلوا الوقاية كثير. بس نحن نفضل إنه نتجنب التدخين. تمام. ايه نتجنب انه تغيير نمط الحياه، مثلا تكون مريضه بدينه او مثلا مريضه عندها اعراض فرط الانتروجين، يعني بتفوت مثلا الاكلات الصحيه لاكلها، وتعمل انه الرياضه بمعدل نص ساعه لساعه يوميا. هذه نصائح توجهينها وتوجيهات لكل الفتيات والسيدات. أيوة. فيما يتعلق بكيس المبايض. أيوة. بختام اللقاء تمام. دكتوره اذا حابه تضيفي اي شيء او نقطه انا ما سالت عنها تفضلي. لا شيرين، سألتي عن كل شيء، يعطيك العافية. الله يعافيكي، وكثير الشكر لك الدكتورة رودينا يا هلا شيرين، أهلا وسهلا، طبيبة الجراحة والتوليد، كنتي معنا عبر الهاتف.